من تأمل غزوة بدر وجد فوائد كثيرة من هذه الغزوة المباركة، منها أهمية توحيد الله سبحانه وتعالى ودعائه. فمن الأمور التي سجلها القرآن في هذه الحادثة قوله سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ومن فوائدها كذلك أن الأسباب الخفية لا بد من ملاحظتها ومن التعلق بها، ومنها دعاء الله سبحانه وتعالى، ومنها كذلك نصرته لهم بملائكته، ولهذا قال الله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. من الأمور المهمة في غزوة بدر أن المال لا بد أن يتعامل معه بالخلق، ولهذا لما كانت هناك أنفال أمر الله عز وجل الصحابة بتقوى الله عز وجل وإصلاح ذات البين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.